أهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد عبلة. النهارده هنتكلم على خطة إبداعية لصنع اختراعات مدهشة. هكلمكم على موضوع برضو مش مثلا معلومات أنا جايبها، لا ده حاجة بشكل عملي. هكلمكم على أفضل طريقة عشان تحط خطة عشان تعمل اختراع أو ابتكار متميز، أو خطة تكون فعلا واقعية تمشي عليها إن شاء الله توصل لاختراع متميز. ودي من تجربة بشكل عملي الحمد لله، يعني خدت معايا وقت عشان أقدر أقول لك المعلومة دي، بس يعني حاجة أنا عشتها إن شاء الله تكون مفيدة بالنسبة لك. أول حاجة خلينا نقول أنا شخص فكرت في اختراع. أنا عارف هي البداية دي تملي المخترع بيكون عنده تردد فيها شوية، هو مش عارف يعمل إيه. يعني هو لسه مش مخترع، لسه واحد جات له فكرة كويس. طيب أعمل إيه؟ جات لي فكرة، جالي اختراع، جالي حاجة معينة. أنا والله مثلا إيه، شفت مشكلة في عربية، فجات لي فكرة إن أنا ليه ما أعملش مثلا حاجه مساعده، حاجه تساعد حد. شفت حد مثلا مريض، ليه ما اعملش مثلا كرسي يساعده. المهم ان انا شفت حاجه صح كده، او جالي آه، تفكير. انا بحب افكر وابدع كويس. فجات لي فكره، طيب نعمل ايه؟ ده تملي السؤال اللي بيتكرر كتير. اعمل ايه؟ ايه البدايه؟ ابتدي ازاي؟ طيب اول حاجه انا هديك خطه من حوالي تقريبا 8 نقط، 8 نقط كويس. فهتبتدي باول نقطه، وهي احنا لقينا فكره. حلو كده، خلاص. انا ايه، يمكن اتكلمت كذا مره في موضوع الفكره عشان الفيديو برضو ما يبقاش طويل. خلينا نقول ان احنا لقينا فكره، انا امتلك فكره في ايدي كويس. اول حاجه، اول بند من الخطه، اول حاجه هحسبها واديها تقدير على الخطه بتاعتنا، الاحتياج. انا فكرت في فكره كويس، ولو مثلا جهاز مثلا لمساعده الاطفال، جهاز لمساعده الاطفال كويس. اول حاجه امشيه على بند الاحتياج. الجهاز ده هل الناس محتاجاه، او هل الطفل فعلا محتاجه ولا لا؟ هل هو ليه بديل ولا لا؟ هل هو فعلا ليه طلب ولا لا؟ كويس. فانا اشوف الاحتياج بتاعه، اديله تقييم. والله الجهاز ده مثلا محتاجينه مثلا ب 80%. لا مثلا انا بعمل جهاز ممكن مثلا ايه، زي المشايه اللي هي بتحرك الطفل مثلا، لا انا ايه، بديل المشايه اللي احنا نشيل الطفل مثلا بايدينا. طيب البديل بتاعه هل ده فعلا لا، الناس بتتعب انها تشيل الطفل على طول. فموضوع المشايه كمثال، مثلا المشايه بتاعت الاطفال دي مناسبه، او حاجه مساعده بتسهل على الناس شويه امورها مثلا يعني. فاول حاجه تقيم الفكره على اول بند الاحتياج، هل هو في احتياج حقيقي ولا لا؟ طيب برضو هديك حاجه، هي يعني مش حاططها في النقط دي، لكن الاحتياج ده هم المفروض بيجي، الاختراع اصلا بيجي من احتياج او احساسك بمشكله، فانت بتعالجها بفكره مبتكره علشان تكون فكره جيده نضمن نجاحها بعد كده. فمهم تكون هي طالعه من احتياج او مشكله الناس حاسه بيها كويس. هنخش على تاني حاجه، تمام. بحث، هل الفكره موجوده ولا لا؟ طيب عشان برضو نقدر نقرب لك المسافه اكتر، الفكره انا عايز ادور عليها هل هي موجوده ولا لا. في عندك طريقين، ابسط طريقين. طبعا انا بشتغل بطرق اكتر، لكن هديك البساطه. خلينا نديك البساطه كمرحله اولى بالنسبه لك كويس. بتعمل بحث على طريقتين. هتبحث عليه اول حاجه على جوجل، جوجل عادي، او جوجل باتنت كمان، عشان تتفرج على براءات اختراع. بس براءات الاختراع هي لها طريقه في البحث، يعني برضو انت ممكن تشوف براءات اختراع مش هتقدر تفهم قوي هل هي دي فكرتي ولا لا. فموضوع يعني محتاج شويه احترافيه. لكن انت عندك جوجل باتنت وعندك جوجل العادي، ابحث هنا او ابحث هنا. وكمان مهم قوي تبحث عن المواقع اللي هي مثلا بتاعت البيع، زي موقع علي بابا، زي موقع امازون والكلام ده. لان دول في ناس بتعمل منتجات بتصنعها بسرعه وبتنزل منها يعني ايه، منتجات سريعه بتنتشر بسرعه. فدول اسرع في التصنيع، فالفكره ممكن تلاقي زيها او تلاقي شبيه ليها كويس. فمهم انك انت تبحث على المواقع دي، تعرف الفكره موجوده اصلا ولا لا، حتى بشكل مبدئي كويس. هي بعد كده مش هتاثر معاك قوي، لان انت لو انت بتتطور على فكره موجوده، فالفكره تقبل انها تسجل كويس. دخلنا بعد كده على نقطة اللي هي ثالث نقطة هنتكلم عنها، وهو الأساس العلمي. هل الفكرة مبنية على أساس علمي ولا لا؟ تمام. طبعا أنا هكلمك على نقط وأقول لك دي قبل ما تخش. كل الكلام اللي بكلمك ده أساسيات، هنيجي بعد ما نخش على الأساسيات هنخش ما بعد الاختراع. خلاص احنا هنعمل بقى براءة اختراع، فنبدأ ننطلق مرحلة تانية. فخلينا نكمل. رقم 3، الأساس العلمي للمشروع. لازم كل حاجة مبنية على أساس علمي.
برضو من اللي انا بشتغله مثلا بعمل براءات اختراع للناس. انا طبعا انا وكيل براءات اختراع، فبعمل براءات اختراع للناس. فتملي حتى اي حد يتكلم معايا يقول لي الفكره انا عاملها، انا عامل نموذج، اقول له لا، اول حاجه الفكره بتاعتك براجعها بدور عنها موجود ولا لا. تاني حاجه بشوف هي مبنيه على اساس علمي، لان للاسف الفكره ممكن يكون مصنع منها جاهز، ممكن يكون عامل منها بروتوتايب، لكن مش مبنيه على اساس علمي للاسف. موضوع الاساس العلمي ده في البراءه بيكون مهم جدا جدا جدا. وانت بعد كده لما تقابل ناس يعني في مسابقات او مؤسسات، حد يسالك على المشروع لازم يكون مبني على اساس علمي. ما ينفعش حاجه تقول لا انا عاملها بس لا، لازم مبنيه على اساس علمي. فراجع فكرتك هي وضعها ايه في الاساس العلمي، هل مبنيه على اساس علمي ولا انت مجرد عاملها اجتهادي كده بس؟ لا، لو عاملها اجتهادي دور على اساسها العلمي. رقم 4 نخش على إمكانية التصنيع. كل ده أنا بديك أفضل طريقة. أنت ممكن تشتغل بأبسط من كده، بس أنا هقول لك زي ما بقول أفضل طريقة علشان تطلع منتج أو ابتكار متميز فعلا، منتج حقيقي يتباع ويجيله فرصة ابتكارية. زي ما أقول رقم 4 إمكانية التصنيع. هل الفكرة فعلا قبل التصنيع ولا لا؟ قبل التصنيع دي هتعملها إزاي؟ هتبدأ تشوف يعني أفكار قريبة منها، وتشوف الفكرة توصلها كده، وتشوف هل ده ممكن الجهاز ده مثلا يتعمل كده. طب يعني ولا لا انا ما اعرفش في التصنيع خالص. لا، دور، اتفرج على الفيديوهات، افهم. لان في ناس بتعمل فكره مثلا، يعني مره حد قال لي انا عايز اعمل مفاعل مش عارف هيعمل ايه ويولد طاقه كويس. طيب وبعدين انا عايز اعمل مفاعل اعلى من درجه حراره الشمس مش عارف كم مره. انا ازاي هعمل حاجه زي كده؟ وانت ازاي اقصد كطالب تفكر في حاجه زي كده هتعملها ازاي؟ انت ازاي؟ اصل انا بعمل منتج او اختراع، انا محتاج اعمل بروتوتايب عشان اثبت كلامي. انت تثبت كلامك ازاي لما تقول لي انا عايز اعمل حاجه حرارتها اكتر من حراره الشمس؟ يعني انا هحسبها ازاي دي يعني منطقيا ازاي؟ فاهم قصدي؟ فما تفكرش تفكير كده، لا، خلي تفكيرك منطقي. حاجه قبل التصنيع، وكل ما يكون امكانياتها التصنيعيه بسيطه بتخلي المستثمر يحب الفكره ويتحمس ليها ويبقى عايز يدخل في الفكره بتاعتك ويستثمر فيها. طيب احنا النقط دي قلناها قبل. هنخش بقى ايه؟ احنا دلوقتي وصلنا للاختراع. احنا كل اللي فات ده اللي هم الاربع نقط دول بنتكلم ما قبل الاختراع. كويس، احنا كده وصلنا للفكره الاساسيه. بتيجي اول خطوه بتاخدها بعد ما تتاكد انت بنفسك من النقط اللي فوق دي، بتيجي بعد كده تدخل في براءة الاختراع. أول وثيقة وورقة رسمية تثبت من يمتلك هذه الفكرة، وشهادة ميلاد. زي ما بقول على طول، دي شهادة ميلاد للفكرة. دون شهادة الميلاد هي غير موجودة. مفيش حد بيشتري أفكار، مفيش مسابقات بالأفكار بس. كويس، بيع الفكرة بالتسجيل حتى الأولي. يعني التسجيل الأولي ما مش عايزك تقلق وتقول البراءة بتاخد لها كام سنة. أنت أول تسجيل هتعمله هيدخلك مسابقات، معارض دولية، هيخليك تقعد مع مستثمر. والله الكلام ده بيحصل، وأنا بشهد على عقود وبراجع عقود بتتم بمحضر الإيداع الأولي، عقود بملايين الدولارات. قلت الكلام ده كتير، مش محتاج أنت تخلص البراءة أصلا، اعمل بس، ابتدي وتوكل على الله. كويس. فرقم 5 أنا قلت أول حاجة طبعا تسجيل براءة الاختراع، واحنا اتكلمنا في نقط براءة الاختراع ده كتير. خلينا نخش بعد كده حجم السوق. الفكرة بتاعتي دي أو الاختراع، زي ما لو احنا رجعنا قلنا في بداية الكلام، اللي أنا مثلا بعمل حاجة للأطفال مثلا، جهاز للأطفال أو حاجة تساعد الأطفال. كويس، لازم أشوف حجم السوق بتاعي فين. يعني أتوقع الجهاز بتاعي ده مثلا إيه، هيتباع في أوروبا، هيتباع مثلا في الوطن العربي بس. ممكن هتلاقي حاجات تتباع عندنا في الوطن العربي ما تنفعش أوروبا. كويس. فمثلا لو أنت اختراعك اصلا هو بيتارجت الوطن العربي، خلاص يبقى انت لازم تكثف طريقه الدعايه وطريقه عرض الفكره كلها على الوطن العربي. وخلاص لازم علشان تكون الفكره اكتر واقعيه ادرس الموضوع اكتر من اتجاه الوطن العربي. بمعنى انا دلوقتي عامل حاجه للاطفال مثلا وقت الصلاه، للصلاه. احنا هنعمل حاجه للاطفال عشان وانا بصلي مثلا ام الطفل تبقى حاطه الطفل جنبها وهي بتصلي مثلا، كمثال. طيب احنا كده متارجت ايه؟ التارجت بتاعنا ايه؟ احنا عاملين ده مثلا للمسلمين عشان هو بيصلي بيسجد وكده، يبقى الطفل ايه؟ قريب منها. حلو كده. فدي اذا انا دخلت الفئه معينه، ما بقاش الموضوع عام. كويس، لا دي فئه المسلمين. هعمل ايه عشان اقدر اعرف حجم السوق؟ مفيش مشكله، ابدا ابحث كويس واعرف وادور واشوف الافكار الشبيهه اتباعت قد ايه. مفيش مشكله خالص ان انا ابدا اكلم وراسل ناس مثلا واقول لهم ايه رايكم في موضوع مشكله كذا. انا هلاقي اكيد في مشاكل كمان. اوقات بندور بنلاقي مثلا حاجه عملت سبب مثلا
مشكله معينه او جهاز معين عمل مثلا ماس كهرباء عمل مشكله، فانا مفيش مشكله ادور على المشاكل دي اجمعها عندي وادرس منها ايه الاسباب، كويس، لان كل ده بيقوي موقفي كفكره، كويس. وتاني حاجه ممكن اسال الناس بعينها، ممكن اتصل بالناس او اسال المعارف والاقارب ايه رايكم لو فكره كذا، انتوا بتلاقوا مشكله وانتوا بتصلوا، ده بحث ميداني حقيقي هتستفيد منه بعدين، كويس. مفيش مشكله اعرف حجم السوق، اعرف الفكره اذا كان ليها قابليه ولا لا. لازم تسال الناس اللي هتشتري مين، لان الناس اللي هتشتري اهلك واصدقائك ومعارفك واقاربك، دول من الناس اللي اكيد هيشتروا، كويس. مش مهم هيشتروا الفكره يعني دلوقتي، لكن على الاقل تعرف منهم حجم السوق وتدور وتخلي ناس تسال وكانك بتعمل بحث كده بسيط. هل يا جماعه الفكره دي عاجباك ولا لا؟ هل شايف انت خلاص، احنا قلنا انت سجلت الفكره واوريدي انت اتاكدت من كل اللي فات، فاذا هي فكره اوريدي خلاص يعتبر ايه اتبلورت بالنسبه لك، وخلاص قلنا خلاص الموضوع واقعي، تمام. فالجزء بتاع السوق ده هيفيدك بشكل كبير لما تخش على المستثمر وتعرض عليه وتقول له على فكره انا عندي 30 40 واحد 50 واحد 100 واحد عندهم استعداد يشتروا الفكره بجد. ممكن الناس تقول لك لا بجد دي مفيده احنا عايزينها، انا بقول لك اشتروا او ما اشتروش، بس انت استفدت من البحث بتاعهم وقربت منهم وخدت منهم معلومات. المعلومات دي على فكره تستفيد منها وتضيفها في المشروع بتاعك. انا مشروعي طورته عن طريق ان انا عرفت من الناس اللي يقول لك اه طب موضوع الوزن لازم اخفف وزنه، ولازم ابقى عارف ان انا اخفف وزنه، فاهم قصدي؟ موضوع البحث ده مهم جدا، بتعرف شكل فكرتك ايه من كلام الناس. هي الناس اللي كانها بترسم لك شكل الفكره وكانهم بيقول لك احنا عايزينها بالشكل الفلاني، كويس. وصلنا بعد رقم 6. رقم 7 الخامات. مهم تعرف الخامات، حتى لو انت ما عندكش معلومات قوي ابحث ودور وشوف الخامات. مثلا اقول لكم حاجه، كل حاجه لها صفه من المنتج بتاعها. بمعنى لو انا جيت اكلمك على منتج طبي، ايه اللون اللي انت هتقول عليه ينفع للمنتج الطبي؟ هتلاقي كل الالوان الحاجات الطبيه كلها بيضاء، صح؟ هنيجي مثلا نتكلم على منتج مثلا او كراسي حتى خاصه بالمطاعم، هتلاقيها مثلا لونها معظمها اورنج او الوان مثلا فاتحه، كويس. وهكذا في طبيعه بالنسبه للالوان، في طبيعه بالنسبه للخامات، كويس. في كل حاجه لها طبيعه خاصه. حتى انا لما عملت جهاز اختراعي انا عملته بطبيعه العربيه، هو شبه شويه جنط العربيه بالوان العربيه، فالناس لما شافته تاكدت ان ده منتج. الناس بقت تقول لي احنا عايزين نشتريه، اقول لهم والله يا جماعه ده بروتوتايب. هم صدقوا ليه؟ لان هم حسوا اللي هو في روح المنتج، كويس. المهم تبقى عارف ايه الخامات اللي انت هتعملها من الجهاز، ايه الخامات المناسبه، لان انت هيقابلك بعد كده المستثمر ويطلب منك ها انت عايز تعمل الجهاز ده بخامات ايه. انت هو عايز يعرف رؤيتك انت، ممكن يبقى اكتر خبره منك بس هو عايز يعرف رؤيتك، كويس. فده جهازك، ده اختراعك انت لازم تدور وتعرف وتقول وجهه نظرك ليه. انا كان عندي وجهه نظر زمان ويمكن ما اعرفش في ناس يعني، بس انا دلوقتي لا خلاص اتغيرت خالص. انا كنت مقتنع ان جهازي ده لازم يبقى حديد، وكنت اقول لا لازم يبقى صلب، لازم يبقى كذا، لحد ما جالي في عربيه، كانت عربيه الماني، الكوريك اللي هو بيرفع العربيه ده، لقيت فيه ترسين بلاستيك. قلت اكيد دول بيهزروا، اكيد ده كوريك ده كده شكل يعني في العربيه، لان كان حجمه صغير كده وعربيه كبيره وتقيله، كويس. قلت ازاي ده يرفع العربيه؟ مره قعدت بقيت استعمل حاجه تانية انا خايف منه يتكسر، كويس. العربيه كانت نظيفه خالص جديده يعني، فانا خايف ابوظه، قلت لا ده اكيد شكل. مره ما كانش معايا كوريك تاني جربت ارفع بيه، رفع وبسرعه كده ناعم كده جدا، ويرفع عربيه كبيره من جنب واحد يرفعها لفوق ارتفاع عالي وينزلها. قلت ايه ده؟ ازاي كده ترسم بلاستيك يرفعوا عربيه؟ انا قلت لا يعني فعلا انا دماغي وجهه نظري اتغيرت بعد ما شفت كده، ده واقع، حاجه واقعيه. ازاي يعملوا تروس بلاستيك بترفع عربيه؟ ما كنتش متخيل، كويس. فانت من الخامات دي هتحدد معاك رؤيه قادمه للنقطه اللي هنتكلم عليها بعد كده، وهي دراسه الجدوى المبسطه. دراسه الجدوى المبسطه دي مهمه بالنسبه لك، على ان انت هتتقابل مع مستثمر لازم يكون في حوار. حتى معلش انا عايز برضه اوصل لك رساله، انت مش مطالب تعمل دراسه جدوى، بس على الاقل تفهم لما تتكلم مع حد او يقول لك اقعد مع المحاسب قول له يعمل ازاي دراسه الجدوى، يعني يبحث عن ايه، يدور على ايه، لازم تكون انت فاهم عشان ما يعملوش حاجه غلط وفي الاخر يقول لك شوف اهو جهازك مش هيجيب همه، مش هيكسب، كويس. لا لازم تكون انت فاهم في كل حاجه، مشروعك، حاجتك، لازم
اكتر واحد هيكون خايف عليها مين؟ اكتر واحد يهمه نجاحها مين؟ انت. انسى، مفيش حد غيرك يهمه نجاح المشروع ويهمه نجاح الفكره. فانت لازم تكون ملم ببعض التفاصيل عن دراسه الجدوى. في دراسات جدوى مبسطه ممكن تبحث عنها، تلاقي فورم كده حاجات بسيطه. كويس. انا لقيت في موقع بيقولوا بالذكاء الصناعي يعمل دراسه جدوى مبسطه. انا لسه هجربه عشان اتاكد بس هو كويس. لو تمام وفعلا الموضوع صح انا هقول لكم عليه. كويس. بس على الاقل انت لو بحثت على جوجل هتلاقي فيه فورمات كتير ممكن تعمل عليها دراسه جدوى مبسطه ببعض المحاور. يعني انا ان شاء الله بحاول برضه اعمل لكم دراسه جدوى مبسطه كده، اكلمكم عنها كفيديو منفصل، وهقول لك على نقط معينه انت تكتبها بقى. يعني اقول لك نقطه رقم واحد بتتكلم عن كذا، رقم اثنين بتتكلم عن كذا. كويس. وانت تملى فيها ايه الحاجات اللي انت بتفكر فيها يعني، او كمشروعك. كويس كويس يعني، فاهم قصدي؟ المهم فدراسه الجدوى دي هتفيدك ولو مبسطه. مش مهم الاحترافيه، مش مهم تروح تعمل دراسه جدوى عند محاسب، يعني مش مهم تعمل حاجه دراسه جدوى دافع فيها مبلغ كبير، لا لا مش مهم. كويس. بس انت لما تقابل المستثمر تبقى فاهم انت بتقول ايه، فاهم يعني ايه. لما يقول لك مثلا انت محتاج كام مكنه، انا كان بيسالوني الكلام ده، بحثت عنه وعارف، انا اعرف لان انا الحمد لله طلعت يعني خدت دورات كتيره في اداره الاعمال، وطلعت مره تاني على مستوى الجمهوريه في اداره الاعمال، عندي خبره كويسه. فلما يقول لي مثلا انت عايز كام مكنه، اقول له والله انا هحتاج 4 مكنات، او ممكن نستخدم كذا، او ممكن مثلا نعمل فورمه. يعني في عندي كذا حل. يعني ممكن اقول لك انا ممكن اصنع، او خلي بالك هيسالك ممكن السؤال ده برضه انا افتكرته، هيقول لك انت عايز مصنع مخصوص ولا ممكن نعمل فورم ونعمل ورشه ابسط. كويس. على حسب انت طبعا المستثمر وانت عايز ايه وهدفك. حاجات كتيره هتقابلك مهم اللي انت تاخد فيها قرارات. يعني هيجي لك المستثمر وعنده استعداد يشتري ويدفع وكده وانت مش عارف تقول له ايه. مشكله. انا كان بيقابلني كده وانا ما كنتش فاهم للاسف. مشكله يعني انت معاك المستثمر، معاك الشخص المتحمس للفكره، يقول لك قول لي اسعار، طب نتكلف كام، طب كذا، وانت للاسف مش عارف تقول حاجه. فدي مشكله. اتمنى يعني تبدا تاخدوا الخطوات دي تستفيدوا بيها باذن الله. بعد ما تخلص النقط دي ان شاء الله تكون جاهز عشان تدخل بالفكره وتستثمر فيها وتعرض على اي مستثمر اللي هو يستثمر في الفكره بتاعتك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.